صحابي الأعزاء، إيه الأخبار؟ خلصت الجزء الأولاني من الدرس، يلا بينا نكمل الجزء التاني. نحاول إن شاء الله نحل باقي الأسئلة في الفيديو ده. بسم الله كده ونبتدي. Exercise 4. Choose from column P and C what suit them in column A. طيب. column A فيه blocks S و B و D. اللوكيشن بتاعه فين والبروبرتيز بتاعته فين. طيب S بلوك موجود فين؟ نحل الاس بلوك موجود فين؟ in the left of the table، صح كده؟ طب البي بلوك فين؟ at the right أو in the right of the table. الدي بلوك سوري ده مش باين قوي، خلينا ده اس بلوك، دي بلوك قلنا في الميدل، والدي بلوك قلنا سوري احنا قلنا بلوك دي رايت، والدي بلوك هو اللي في الميدل، صح؟ يبقى احنا حلينا الجزء الأولاني. الجزء التاني البروبرتيز بتاع كل واحد فيهم بقى، properties خاصة بكل واحد. طيب it's include transition element. في transition element العناصر الانتقالية كان مين؟ كان الدي بلوك صح؟ سوري كان الدي بلوك، تمام كده؟ تمام. طيب the zero group is its last group. وفي الزيرو جروب اللي هو الانرت غاز كان موجود فين الانرت غاز؟ في البي بلوك، صح كده؟ طيب it consists of 3 vertical column، دي مش معانا. consists of 2 vertical column وده الاس ايه؟ الاس بلوك. تمام؟ تمام. طيب الجزء التاني بيقول لي ان انا عندي نيتروجين مغنيسيوم ليثيوم فلور. سوري يا جماعه انا عندي برد كالعاده، يعني هتلاقوني طول الشتاء عندي برد للاسف. طيب النيتروجين located فين؟ طيب تعالوا قبل ما نشوف الكلام ده تعالوا نعمل configuration هنا. تعالوا نيتروجين كام وكام؟ 2 5 صح؟ مغنيسيوم 2. بصوا انا مش هكتب الاولاني، انتوا عارفين 2 8 2. الليثيوم 2 1. الفلور 2 7، صح كده؟ طب ادينا عملنا configuration. طيب يبقى اول حاجه النيتروجين موجود فين؟ في السكند بيريود 5A صح؟ يبقى هنا 1 معها 4 صح؟ second period 5B. طب المغنيسيوم third period 2A، period رقم 3 جروب 2A. ليثيوم فين اهو؟ second period بس في ال 1A، second period 1A صح كده؟ فلور في ال 7A الايه؟ second period. طيب العناصر دي اللي احنا قلناها ايه البروبرتيز بتاعتها؟ مين هنا الهالوجين؟ الهالوجين اللي في 7A صح، يبقى الفلور. مين التراي فالنت؟ ده كمان عايز لوس ستراكشر. طيب تعالوا نسيبها دلوقتي شوية. It is an alkaline earth metal. هو الالكالاين earth metal اللي موجود فين؟ في 2A، يبقى الايه؟ في المغنيسيوم. It's the last active alkyl metal، يعني ده عايز ال 1A. last active sorry the least active، أقل واحد active alkyl metal. وعندي بعد كده Lewis structure include 4 amber delivery. طيب دلوقتي احنا عندنا ايه؟ عندنا دي ودي ودي. طيب انا لو في الامتحان مش مركز ان انا مش عارف دي اني واحد ولا ما هو كده عايز ال1 ايه، بس هل هو الليثيوم هيبقى معايا ولا لا، او انا مش فاكر الاكتيفيتي بتقل ولا بتزيد. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. احنا هنا في التراي فالنت صح؟ مين فيهم هنا التراي فالنت؟ لويس ستراكشر. النيتروجين عنده 5 او 1 2 3 4 5 صح، يبقى ده عنده 3 ايه؟ 3 تراي فالنت صح. وعرفت منين؟ عرفت اصلا من ان جروب 1 لجروب ايه، جروب 1 و 2 و 3 دول بينطبق عليهم مبدأ ايه؟
مبدأ إن التلاتة هي التراي فالنت، فده كده تمام. يبقى أنا حليت دي صح كده. ماشي، إيه كمان؟ يبقى أنا حليت 1 النيتروجين خد 1 وبعد كده 4 وبعد كده 2 صح. المغنيسيوم 2 خد 2 بعد كده 3 اللي هو الكلاين ميتال. الليثيوم 3 هياخد ايه؟ احنا كده خلصنا ده، كده ناقص لنا 2 صح؟ تمام. بعد كده الفور هل خلصناها؟ 4 5 7 ايه هالوجين خلصناها صح كده. يبقى ناقص لي الايه؟ ناقص لي الليثيوم بس. هل الليثيوم اكتف الكاي ولا في امبير دايركت؟ هو كده كده دي مش معانا لان الليثيوم 3 اصلا بعيد. تمام. ده لو انا اتلخبطت، بس في نفس الوقت الليث الكايل اكتف الكايل اللي هو ليثيوم، كل ما بنزل تحت في الجروب الالكايل ميتال الاكتيفيتي بتزيد. طيب نكمل. هنا الكومبليت في حاجات هكتبها وفي حاجات هقولها لكم اورال تمام عشان ما يكونش وقت طويل. The element in Mendeleev periodic table will arranged by a atomic mass sorry. لكن في موزلي عمل atomic ايه؟ number صح؟ طيب in the modern periodic table elements are classified according to A و A atomic number والفيلينج in the sub level خدناها الانرجي والسب ليفل with ايه؟ with electron صح؟ تمام. The only liquid halogen is بروم او برومين سوري. لكن ايه الغازز اللي في الهالوجين؟ عندي الفلور وعندي كمان الكلور صح. لان الهالوجين كنا من صفاته قلنا ان هو فيه ميكس كده في كذا، يعني في ميتال وفي نون ميتال اللي هو الغاز وفي ليكويد. طب number of inert gases is كام عنصر من inert gases؟ 6. اوكي 6 مش عارف تكتب 6 تمام. طيب while the number of non-metal gases 5. ايه يعني اسمها الارقام دي؟ فاكرين لما قلنا ان احنا عندنا 11 عنصر غاز صح؟ منهم 5 non-metal ومنهم 6 في الانرت غازز وحسبناهم كده 5 و6. طيب each period of the periodic table start with a element except period 1 with start with a element. طيب يعني ايه هنا؟ هنا بيقول ان كل بيريود جديدة بتبتدي بايه؟ بتبتدي بميتال صح؟ لان هي بتتكلم في 1A ما عدا بيريود رقم 1 دي بتبتدي بالهيدروجين اصلا، والهيدروجين ايه؟ نون ميتال تمام؟ سوري يا جماعة ماشي. The alkali metal belong to mean C block while the halogen belong to mean D block. The element of group 1 is called alkali metal واللي في ال 7 halogen. يعني فاكرة هي اللي فوق كتبها تحت. أنا عايز أحاول ما أكتبش عشان ما ناخدش وقت. Potassium belong to the group A 1A. البوتاسيوم belong to مين؟ 1A. طيب لكن الفلورين لمين؟ 7A لأن ده في المين؟ في الهالوجين. طيب all elements of group 1A are لسه قايلينها فوق metal ما عدا الهيدروجين. while all elements of group 7A are a non-metal. تمام. رقم 10 transition elements are located in the transition element الموجودة فين؟ in D block while inert gases are located فين؟ in B block. Transition metal started to appear in the period رقم كام؟ رقم 4. The element of the F block are located in the فين؟ F block موجودة فين؟
السطرين اللي بيبقوا لوحدهم تحت ده in the bottom، صح كده تحت. لكن الدي بلوك هو فين؟ احنا قلنا في الميدل، في النص، صح؟ في منتصف الجدول الدوري. In the periodic table, the نقط number indicates the number of electrons in the last energy level. يبقى ده مين؟ الجروب نمبر، صح؟ الجروب نمبر هو اللي بيبين عدد الالكترونات اللي موجودة في آخر مدار طاقة. طيب، لكن إيه اللي بيقول إن أنا عندي كام مدار طاقة؟ طيب، the two elements Mg and calcium, magnesium and calcium, are located in the same. ده 2 8 2 ده 2 8 8 2 يبقى في نفس الايه؟ نفس الجروب لان هما نفس الالكترون configuration. while the two elements Be والكربون are located in the same ايه؟ دول 4 و6، دول ده 2 2 وده 2 4، هما لسه ستيل في نفس الايه؟ في نفس البيريود. تمام. Lewis module of the fluorine include single electron so its valency is كذا. طيب الفلورين سوري 2 7، صح؟ تعالوا نقسمها، نعمل ليوس structure 1 2 3 4 5 6 7. هو عنده كم unpaired electron؟ 1 single electron so its valency is ايه؟ مش هينفع اكتبها بدي، ماشي نكتبها بايدي. اما بيبقى 1 بيبقى مونو ايه؟ مونو فالنت، صح كده يا جماعه؟ صح كده. طيب بعد كده the valency of any alkyl metal، يعني كل اللي في ال 1A هم مونو ميتال، مونو فالنت، صح؟ عرفنا منين؟ لان احنا قلنا من 1 to 4 1 to 3 1 to 3 4 1 to 3 الفالنسي بتاعتهم هي نفس الرقم بتاع الجروب. لكن الفالنسي of any alkaline earth metal فده في 2A يبقى داي ايه؟ داي valent. The element located in period 2 group 2A its atomic number is and belong to. طيب تعالوا نشوف هنا بيتكلم في ايه. هنا بيتكلم ان انا عندي period 2، تمام؟ يعني انا عندي 2 مدار طاقة في 2A، يعني الاخير 2، يعني ده 2 و2 يبقى الاتوميك نمبر بكام؟ ب4. 4 هو في ال 2A اصلا يبقى موجود في الاس ايه؟ اس بلوك ولا ايه؟ ركزوا في الاس بلوك، تمام كده. طيب بعد كده عندي مين؟ عندي opposite figure represent a section in the periodic table with hypothetical element. hypothetical element symbol يعني افتراضي، يعني ده رمز افتراضي، ده مش الرموز الأساسية. طب element L is located in the period group. هو هنا عامل كده شكل افتراضي. طيب الشكل ده عايز اعرف بقى مين ده ومين ده والكلام ده. طب تعالوا نشوف هو مديني مين. هو مديني واحد اهو، واي. طيب تعالوا نشوف واي فين، لان واي هو اللي حدد لي كل الباقي. واي فين؟ 2 8 1، صح؟ يبقى ده في بيريود كام؟ يبقى الواي في بيريود 3، صح؟ طيب في ايه؟ 1A، صح كده؟ انا عرفت من كده. طيب اللي قبليه ده اكس هيبقى زيه بس مختلف في عدد المدارات، لان هو يبقى في 2B، صح؟ طيب ده في 4B، ده كان 1A يبقى ده 2A يبقى ده 3A. خلصنا كل الايه؟ التحليل بتاع الجدول ده اللي نقدر بيه نكتب هنا ال L is located in the period ايه؟ L في 4 يا عم. في جروب ايه؟ في جروب ده كان 2 ده كان 1 فده 2 فده 3 الله على الكتابة، معلش الإعاقة الذهنية دي. 3 تمام. اوكي element دي
موجود فين؟ element دي فين؟ احنا قلنا ده 281 صح كده؟ طيب احنا عايزين دي، ده كان 281 يبقى في ال 1A، ده في ال 1A، ده في ده 1 ده 2. سوري يا جماعة، ده 2. أنا قلت حاجة شفتها غلط. ده 2. بصوا period 4 اهي، بس ده كان 1 وده 2 صح؟ يا ده 1 ده 2 ده 3. فالدي بقى فين؟ الدي ايه element and belong to the mean element. الدي المفروض هنا هيبقى موجود فين؟ في احنا قلنا 1 2 3 صح؟ الدي في ال 3A، فالدي في ال 3A أول 3A يبقى مين؟ يبقى is ايه؟ هالوجين element صح كده؟ لا بس معلش أنا اتلخبطت، أنا عايزة أكتب اللي أنا بقوله بدل الشخبطة دي. معلش يا جماعة، أنا بنتكلم على الدي. بصوا 1 2 3 هو بعدهم على طول مش 3A، ده بعدهم. هنا كنا قلنا كام؟ 4B صح؟ period 4. ده ده دوت 1A alkyl metal، 2A alkaline earth metal. الدي اللي بعدهم في الفور هيخش في مين على طول؟ هيخش في الدي بلوك صح؟ يبقى ده دي بلوك. لان لو انا في ال 3A لا في فرق، هو ما بيبقاش وراهم كده، يبقى في فرق الدي بلوك لان انا في بيريود 4، يبقى انا هنا في الدي بلوك. وده دي بلوك ده بيعتبر مين ميتال؟ اسمه ايه؟ ترانزيشن ميتال. ترانزيشن ميتال كامل من لا يسوى. سوري. تمام. طيب بعد كده عندي add the atomic number of group 7A increase the atomic radius اللي بيحصل له هالوجين. كل ما بنزل في المجموعة اللي بيحصل هنا بيزيد صح؟ طيب ايه كمان؟ الميلتنج بوينت بقى بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد هي كمان، وعرفنا ان اقل واحد اللي هو الفلور فوق صح كده؟ تمام. طيب complete the following sentence using the given words. هنشوف هنا هنرقمهم وليكن عشان نكتب الرقم على طول 1 2 3 4 5 6 7. أنا عارفة يا جماعة إن التدريبات كتيرة بس صدقوني هي هتخليكوا تحفظوا الدرس. مين العالم؟ The scientist who discovers that the properties or periodicity of the properties of the element is related to rather than. قال إن periodicity يا لهوي periodicity تمام؟ ده البرد ضايع. إن كل دورة ما بتخلص البروبرتيز بتحصل لها إيه؟ repeated. تمام؟ كان مين الراجل اللي قال كده؟ موزلي صح؟ وعليه قال إنها لازم تبقى related to الاتوميك نمبر عن الماس إيه؟ عن الماس نمبر. تمام؟ طبعا انتوا فهمتوا الأرقام اللي احنا كاتبينها دي بناء على اللي فوق. طيب the scientist مين at the zero group؟ مين اللي قال zero group؟ هو موزلي برضو. تمام؟ هو ينفع دكتور name and occupied name more than once. هو قايل لك ان انت ممكن تاخد الاختيار كذا مره. طيب which include inner terraces to table. to مين؟ هو زودهم على مين؟ زودهم على مندليف صح؟ طيب مين العالم discovered that the nucleus of the atom contain positive charge. positive charge دول اسمهم ايه؟ اسمهم بروتون عامة. مين بقى العالم اللي قال كده؟ مين؟ عمو رازر ايه؟ عمو رازر 4. تمام. complete the following sentence using the given words. واللي ممكن الكلمة تستخدم أكتر من مرة. طيب greater than هتاخد 1 equal than هتاخد 2 less than هتاخد 3
واحدة واحدة كده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك أول حاجة the number of inert gases is the number of other more non-metal gases in the periodic table. هل قدها ولا مش قدها؟ بالراحة. 5 دول كانوا عددهم 5 gases non-metal، ودول عددهم 6، يبقى دول greater than ولا لأ؟ number of element in period 4 is ايه بالنسبة number of element in period 3. من 3 كان في S و B بلوك فقط، أول ما ظهر period 4 بقى في D بلوك، يبقى إيه أكتر منه. number of electron in the last energy level of metal is إيه بالنسبة the number of large non-metal. non-metal موجود في 1 و 2 يعني آخرهم إلكترون ب2، لكن النون-metal 5 6 7 يبقى أقل منهم، يبقى هناخد 3. صح كده؟ طيب number of valence electron أو around the symbol of fluorine in Lewis structure إيه بالنسبة للvalence of fluorine؟ طيب الفلورين 9 صح كده؟ المفروض إن يعني من كتر التكرار اللي إحنا قلناه فعرفنا رقم، فالفلور 9 صح كده؟ طيب 9 إحنا المفروض حفظنا البتاع بتاعته 2 7 2 7. طب نعمل رمز الفلور، نقسم 1 2 3 4 5 6 7. طب هو عنده unpaired الكترون واحد بس، هو بيقول لك هو كام واحد؟ هو مونو فالنت، فهو بيقول لك ان number of valence electrons around the symbol of fluorine في اللويس هو بيساوي الفالنس بتاعته ولا لا؟ الفالنس الكترون، هو الفالنس بتاعت الفلورين ايه اصلا؟ 1، لكن هو حواليه كام؟ حواليه 7، يبقى greater than. فهمت الفكرة؟ تمام. the valence of element in 7A بالنسبة للجروب نمبر. 7A أصلا هو بقى مين؟ مش كان مونو فالنس؟ لأن احنا قلنا إن هيطبق عليه الرولز بتاعت 8 ناقص رقم الدور، رقم البيريود 8 ناقص 7 1، فهو مونو فالنس. طب هو الجروب نمبر بتاعه 7، يبقى أقل ولا لأ؟ يبقى أقل 3. تمام. بعد كده رقم 6. رقم 6 البويلنج بوينت اوف برومين بالنسبة للكلورين. البروم والكلور دول مين؟ ايه بالنسبة لايه؟ الكلور فوق ولا تحت؟ المفروض ان احنا عارفين ان البروم العدد الذري بتاعه او الاتوميك نمبر بتاعه اقل من الكلور، صح؟ كل ما انزل لتحت في الهالوجين، كل ما انزل لتحت في الهالوجين جروب اللي بيحصل ال ال بس عشان انا ربطت عشان نكتب الرقم بس الاول. كل ما انزل لتحت العدد بيزيد، ها؟ boiling point في البرومين is greater than boiling point في الكلور. تمام. تعالوا نتأكد من حاجة. أنا بس عشان برضه محسش إن أنا بقول لكم معلومات غلط. آدي البروم وآدي الكلور، كل ما بنزل لتحت boiling point بتزيد. تمام. تمام. فهمتوا كده؟ طيب الكيميكال اكتيفيتي للالكالاين ايرث ميتال ايه بالنسبه للكيميكال اكتيفيتي للالكاين ميتال؟ قلنا قبل كده ان اعلى اكتيفيتي موجوده في الجدول الدوري هم الالكاين ميتال اصلا، صح؟ يبقى ده ايه؟ لس زاد. تمام؟ تمام. طيب بعد كده complete the following table. حلو ده. تشربوا معايا شاي؟ طيب هنا بيقول لك ايه؟ سلفر كالسيوم atomic number كام؟ concentration كام؟ الكلام ده واحدة واحدة. الكترون كونفجريشن هنا كام؟ 2 8 6، يعني الاتوميك نمبر بكام؟ 16. سوري انا بستغرب، احنا كده الاتوميك نمبر بكام؟ ب 16. 2 8 6 صح كده؟ طيب يبقى هنا السلفر هنكتب له هنا كام؟ 16 برضه. طيب كده خلصنا الجزء ده. طب البيريود نمبر هنا هما كام ليفل؟
3 3. الجروب نمبر 6 ايه 6 ايه اللي هو 6 ايه 6 ايه ماشي. البلوك 6 وانا مغمض تبقى ايه دي بلوك. صعب اللي احنا بنحله ده يا جماعه، احنا بنحله انا وانتوا في منتهى السهوله اهو، من غير ما نفكر ومن غير ما نحفظ، يعني من غير ما نحفظ ده مكانه فين وبيروح فين والكلام ده. طيب الكالسيوم 20 اتوميك نمبر بكام؟ ب 20. الالكتريك كونفيجريشن هنا هيبقى كام؟ 2 8 8 2. تمام. هنا هو قايل لك بيريود 4 اصلا، هو مدي كده بيريود 4 عشان كده نتاكد ان انت كده ماشي صح. 4 ليفلز. الجروب نمبر كام؟ 2 ايه صح. طب ده في بلوك مين؟ في بلوك الايه؟ الاس. تمام. طيب بعد كده element y و q location in the modern periodic table هو موجود في period 1 في جروب 1A. atomic number بتاعته ايه؟ وانا مغمض. هو في الجروب راح الاولاني وعنده اولاني، يبقى عنده كام رقم؟ 1. ده طبعا وانا مغمض الهيدروجين يعني. بلوك مين؟ بلوك اس. structure لويس structure هحط واي واحط حواليه كام واحد؟ نقطة واحدة. واي ونقطة واحدة. طب الكيو هنا 12 يعني 2 8 2. طيب يبقى بيريود كام؟ 3 و هنا 2 طبعا وبيريود جروب 2 ايه. طب هنا 2 ايه يبقى هو لسه فين برضو؟ في اس بلوك صح. طب اللوز ستراكشر نقطة 2 صح كده. طيب خط تحفة بالقلم. الفوسفورس والسيليكون والألومنيوم طبعا ده ايه اللي يعني مش محتاج احط نمط اصلا. طيب الكترون كونفجريشن 15 يبقى كام خلينا نكتب بالقلم احسن بتاع الكرسر. 2 8 كام 2 8 5 صح كده. طيب السيليكون قولوا انتوا بقى 2 8 4 تمام. طيب الألومنيوم 2 8 3 العدد بتاعه التوتال كام؟ يبقى هنا الرقم كام؟ 13 صح؟ تمام. طيب بعد كده اللوز ستراكشر بتاعته الخمسة. اللوز ستراكشر نعمل الكلام ده بي سيليكون اس وي. طيب 2 5 يبقى 1 2 3 4 5. السيليكون 4 1 2 3 4. الألومنيوم 3 أصلا. طيب ده هنا إيه؟ ده هنا تراي فالنت ثلاثي أهو. طيب اوف إيليمنت فوسفورس فين؟ الفوسفورس ميتال ولا نون ميتال ولا إيه؟ لا هو إيه؟ نون ميتال. ليه؟ لأن هو في الإيه؟ في البي بلوك صح كده. والبي بلوك هم دول اللي فيهم النون إيه؟ نون ميتال. طيب بعد كده السيليكون تراي فالنت مونو فالنت اسمه ايه؟ تترا فالنت رباعي وده من الميتالويد صح كده. طب الالومنيوم تراي فالنت زي الفوسفورس بس هو ميتال ولا نون ميتال؟ لا هو ميتال. هو في البي بلوك بس ايه؟ ميتال. تمام. عشان كده عرفنا ان البي بلوك فيها الانواع كلها ميتال ونون ميتال وغاز وليكويد وانرت غازز كلها ميتالويد. تمام. طيب بعد كده تعالوا ناخد صح وغلط. ما تقوليش كوريكشن النبي، عايز كوريكشن الصراحة يعني متعبين أوي. ماشي. مندريف اد ذا زيرو جروب. لا مبدئيا ده مش مندريف ده مزلي. اللي انا هعمل عليه يعني دي غلط
بص انا هعمل عليها كده تعرفوا ان ده فيه غلطه ودي الغلطه. مندريف ده مزدي which include inert gases to this periodic table ده مزدي. Modern periodic table consists of 9 يا راجل مش محتاجه كام، مفيش اسمها 9 حضرتك، مفيش الكلام ده. ده 7 وكام؟ وكام؟ 18. argon and helium are both active gases. لا حول الله يا رب. والinert gases يا عم في كل اللي جايبه غلط. Modern periodic table contain 11 غاز element. الحمد لله في حاجه صح. The B block is the modern periodic table consists of 5 vertical group. ال B block هم 5 3 4 5 6 7 و inert ايه؟ مش 5. ال D block contain most type of element. لا ال B block هو اللي في الميكس ده. راح للسايلين. The position of an element in the periodic table can be determined by knowing its mass number. حضرتك هنا atomic number مش mass number. Element in the same period have similar chemical properties. اللي في same period لا هما في same group اللي تحت بعض. The element located in the period رقم 1 and the zero group has atomic number 1. غلط بكل المقاييس. هو زيرو جروب ده inert gases. بص انت بتتكلم على الهيليوم، فالهيليوم اساسا عنده 2 الاتوميك نمبر بتاعه 2. تمام. element located in period 2 and group 16 is a divalent divalent metal. بصوا بقى الصياعة. فاكرين لما قلت لكم في traditional numbering وفي النمبر العادي المودرن اللي هو 1 2 3 4 5 صح؟ ولما جينا قلنا ان في 13 14 15 16 17 و18 هم الانرت غازز دول في البي بلوك. فهو هنا بقى ايه صايع جاب لك ال 16 بدل ما يقول لك 6 ايه. طيب هو ده فالنت صح بس هو مش ميتال، هو نون ميتال لان ده في البي بلوك صح كده؟ والرقم 6 اصلا. element x y و z are located in the same period and the 3 consecutive جروب يعني ورا بعض يعني قصدي. طب هما في نفس البيريود 4 و12 و20. طب ده 2 2 ده 2 8 2. حضرتك هما مش في نفس البيريود اصلا بس ايه هما في نفس الجروب في consecutive. يعني دي غلط دي غلط يعني اعكسوها. هما في نفس الجروب بس تحت بعض وتتالي في البيريود. ماشي. ماشي. آخر حاجة the valence of an element in 4A equal to the group number. ودي صح. رقم 12 الحمد لله صح. تمام. ليه؟ لأن أنا هنا عندي 4A أصلا هو 1 2 3 4 صح كده؟ ما عدا 5 6 و 7. Both alkyl metal and halogen are non-valent. طبعا صح. يعني ده ينطبق عليه ده كان في ال 1A أساسا. ده في ال 1A فبياخد الفالنس بتاع ده كان في ال 7A فاللي هو 8 ناقص 7 بواحد. Atomic radius increased in the same group as طبعا ده صح. Chlorine is gas element while boiling point lower than 25. هو غاز فالبويلنج بوينت بتاعته أقل من 25 فصح واحنا خدناها كده في حتة في النص. تمام. طيب correct the underline word. ممكن نقفل على 10 يعني نقفل على exercise 10. مش عارفة اللي بعده ايه الصراحة. ما نشوف. ماشي. Elements in Mendeleev periodic table were arranged according to their atomic number. هو atomic mass. ايه الله على الكتابة. خلينا نفتح في التكست. Mendeleev discovers the properties of elements periodically at the beginning of each sublevel, each period. صح؟ طيب most element
بيريود او نيو رو، لان هو ما كانش لسه يعرف، ما كانش لسه اتسمت كده، ما كانش لسه اتسمت بيريود. تمام. طيب most element in the periodic table are liquid لا هما كانوا نصهم اصلا ايه، اغلبيتهم solid اساسا. the electron configuration of alkaline earth metal هو 1 electron، لا هو 2، while the halogen end with الهالوجين هو 7. alkyl metal began to appear in period 4، لا ده transition ايه، transition element، transition metal. تمام. بعد كده all element all elements begin to appear in period 4. احنا دي بتاع دي صح؟ اوكي دي بتاع 6. all element of F block is non-metal while metalloid begin to S block. اولا metalloid مش موجود في الاس بلوك، metalloid موجود في البي بلوك. تمام. هما الاف بلوك نون ميتال، اف بلوك ميتالز مش نون ميتالز. تمام. تمام. اوكي. The element whose atomic number is 18 is located in period 2 وجروب 16. بص هو رجع تاني يقول لك كده ازاي. تعالوا نشوف 2 8 2 8 8. فده اولا دي رقم 3. جروب 16 هو جروب 18 او جروب 0، يا اما ده يا اما ده. 18 ده على الرقم العادي و0 على التراديشنال نمبر القديم. Lewis structures that radium atom Be4 include 4 unpaired electron. لا هو 2 بس، لان انت ماليش دعوه بالاولاني، هو الكونفجريشن بتاعته 2 2. تمام. تمام. طيب ايه كمان؟ The valence of halogen is 7. هو رقم الجروب بتاعهم 7 ايه، لكن احنا بنطرح منه 8 8 ناقص الرقم عشان ده في الهالوجين يبقى مونوفالنت يعني واحد يعني. The melting point of lithium is equal to sodium. هو الليثيوم فوق والصوديوم تحتيه، هل equal؟ لا هو ايه، اعلى، لان يعني كل ما بننزل افتكروا كويس في الالكايل ميتال عشان ما تتلخبطوش زي ما انا ساعات بتلخبط، ان كل ما انزل في الجروب بتاع الالكايل ميتال الميتال بيحصل له سوفتنس ويبقى اطرى، فسوفتنس يبقى الميلتنج بتاعته بتقل. ده اعلى واحد فيهم الليثيوم، يبقى ده ايه، greater than. ماشي كده. تمام. اوكي. طيب state the number of the figure which include each of the following. ممكن مش عارف the number of elements in the modern periodic table so far. حط الارقام اللي بتindicate على الجمل دي. هما كام عنصر؟ 18. اللي بعده number of periods 7. number of groups 18. number of blocks كام بلوك؟ 4 SPDF. number of S block group هي فيها كام واحدة؟ 2. حلو السؤال ده. number of B block كام جروب؟ كام؟ 6. برافو عليكم. the number of occupied energy level with electron in the atom of calcium فيها كام؟ 2. 8 8 2 يبقى 4 level. number of electron in the last energy level of neon وانا مغمض 8، لان ده انر تغاز. انا مش لازم احفظ الرقم دلوقتي، بس مع التكرار هتحفظه. بس ده نيون انر تغاز بقى ايه، مقفول ب8 ما عدا الهيليوم مقفول بكام؟ 2. تمام. طيب the number of unpaired electron in Lewis structure في الاي ار في الارجون اتوم. هيليوم، نيون، كريبتون، زينون، رادون، ارجون، كل ده ايه في مين؟ في الانر تغاز. يبقى عنده نون بيرد اصلا؟ لا يا باشا ده 0 مشتغلناش. تمام كده. بعد كده the valency of inner غاز الفالنسي بكام؟ بزيرو برضه، ما هي اللي فوقيها حضرتك. the number of valence electron in the atom of phosphorus 15 2 8 5.
وادي بي حواليها 5 1 2 3 4 5. فانا عندي كام واحد فاضي؟ 1. 1 لو قال لي الفالنس بتاع الاليمنت، بس هو عايز الفالنس بتاع الالكترون وعايز عدد الالكترونات كلها، يبقى كام؟ 5. يبقى لازم افرق بين حاجتين، فالنس الكترون هو عايز الالكترونات اللي في المدار الاخير 5، لكن عايز الفالنس اوف اليمنت هو مونو فالنت. تمام كده؟ تمام. طيب دي وناخد دي كمان ولا كفايه كده؟ تعالوا ناخد دي ونقفل بيها. تمام، عشان نفصل، عشان دي عكسها. فاكرين لما قلنا ان هو يديني عنصر وانا اعرف مكانه، اقول له انا مكانه، او يديني مكانه وانا اقول له هو مين، هو ودنك مين يبقى هنا ولا هنا. طيب تعالوا مع بعض نشوف ده. طبعا مش نكتب بالقلم عشان القلم الصراحه عندنا مشاكل. طيب هنا لازم القلم مش نكتب كونفوليوشن. ال 2 5 صح؟ انتوا عارفين ان انا الاولاني ما بكتبوش، نحاول ننجز. 2 5 يبقى ده في بيريود كام؟ 2 بي. قرب اللاب بقى. 2 بي و كام جروب؟ جروب كام؟ 5 مين؟ 5 8 صح كده؟ طيب بعد كده خلاص تعالوا نعمل كونفوليوشن يوم كله الاول، بعد كده نكتب مكانهم. طيب الهيليوم هو 2 اساسي، السلفر 2 8 6، فوسفورس مرة شايف 16 ولا 18، فوسفورس 15 2 8 5، الفلورين 2 7، السيليكون 14 2 8 4 ده سيليكون، بوتاسيوم 2 8 8 1 صح كده؟ طيب هنا الهيليوم فين؟ في أول بيريود يبقى 1 بي 1 بي 1 بي، وفي جروب هيليوم لأنه التراز جروب 0. طيب اللي بعده سلفر 3 بي صح؟ وإيه كمان يا جماعة؟ وفي جروب 6 بي. تمام؟ تمام. هنا الفوسفورس برضو 3 بي بيريود 3، وفي بي 5 يبقى 5 ايه؟ 5 بي. هو ليه كتبوا جنب بعضهم بالشالو؟ اوكي. طيب الفلور 2 بي صح؟ بيريود بي و7 يبقى 7 بي. سيليكون 3 بي بيريود 3 وفي 4 بي. البوتاسيوم في بيريود 4 لأنه في 4 مستويات طاقة، و1 ايه عشان هو معندوش غير الكترون واحد في آخر مرار. تمام؟ تمام. نقفل على كده عشان تشوف الباقي. عارفة انك زهقتوا بس يعني حاولوا ايه، احنا بنحل بسرعة على فكرة ودي أول مرة أحل معاكم الأسئلة دي، أنا مبقاش محضراها أصلا. تمام، بنحل مع بعض وأنا بتعامل معاكم إن أنا بحل زيكم، مش أنا المدرسة بتاعتكم. فأنا بفكر زيكم، يعني أنا قاعدة مكانكم، لا أنا كأني أنا اللي بحل إن أنا في أولى إعدادي. تمام، جريد 7. نقفل الفيديو على كده وهناخد فيديو تاني إن شاء الله نقفل بيه الأسئلة دي. باي باي مؤقتا.